السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. السنة دي هنعمل حاجة جديدة، سلسلة تلخيص كتب، بس مش اي تلخيص، هنتكلم عنها بطريقة سهلة وواقعية وهنربطها بحياتنا اليومية بحيث تقدر تستفيد انت منها فعلا وتطبقها على طول. وأول كتاب هنبدأ بيه النهاردة هو كتاب دع القلق وابدأ الحياة، لأن رمضان هو شهر الراحة. بس كده، بس استنى بس ثواني. رمضان شهر الراحة ازاي؟ رمضان شهر الراحة فعلا. احنا دايما بنربط الراحة بالقعدة من غير شغل، بالنوم الكتير، بالاسترخاء. بس هل الراحة الحقيقية كده؟ عارف، الراحة الحقيقية ان دماغك يكون هادي، مش مشغول بحاجات ملهاش لازمة، ان قلبك يكون مطمن، مش قلقان طول الوقت، ان يومك يكون له معنى، مش مجرد روتين يومي اللي بيتعمل النهاردة هو اللي هيتعمل بكرة. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه النهاردة، ازاي فعلا نعيش الراحة في رمضان ونسيب القلق بقى ورا ظهرنا. واول حاجة هنتكلم فيها النهاردة، احنا ليه بنقلق اصلا؟ القلق دايما ليه سببين، يا اما حاجة حصلت في الماضي وانت مش قادر تنساها، يا اما حاجة هتحصل في المستقبل انت خايف منها. بس خلينا اسألك سؤال، هل التفكير في الماضي بيغيره؟ طب هل الخوف من المستقبل بيحسنك؟ ولا هو مجرد حاجة بتستهلك وقتك وطاقة عقلك من غير اي فايدة؟ تخيل كده انك بتشاهد فيلم قديم من الافلام القديمة وعارف النهاية، بس كل مرة بتتأثر بنفس الموقف اللي بيحصل وكأنه بيحصل معاك لأول مرة. الفيلم هيتغير؟ اكيد لا، بس انت لسه زعلان. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع القلق. وده بيودينا لتاني حاجة هنتكلم فيها النهاردة، الحل ايه؟ انك تعيش يومك بس. الكاتب بيقول حاجة بسيطة قوي، عيش يومك بس، مش بكرة، مش امبارح، النهاردة بس. جرب حاجة معايا كده، خد نفس عميق واسأل نفسك ايه الحاجة اللي اقدر اعملها النهاردة بس، حاجة تفيدني، حاجة تريحني، حاجة تقربني من اللي انا عايزه. لو ركزت في النهاية هتلاقي ان القلق بيختفي لوحده، لانك مش سايبه ياخد اكبر من حجمه. وفي النهاية جرب تعيش يومك النهاردة لحظة بلحظة، وركز على اللي تقدر تعمله دلوقتي، مش اللي فات ولا اللي جاي. واستنوني في الحلقة الجاية، هنكمل رحلتنا مع بعض بأسلوب بسيط وعملي يخليك فعلا تسيب القلق وتبدأ حياتك وتعيش من جديد. وبس كده، سلام.